اليوم جيتكم بالجزء الثالث نتاع الكيكه اللي هو كيفاش حشيتها. كنت شاركتكم الوصفه نتاع المولي كيك، شاركتكم كذلك الوصفه نتاع بعض الحشوات منهم كريمه الزبده السويسريه، زوج تاع لي غاناش وحشو الطبقه المقرمشه. واليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كيفاش نعمروا الكيكه تاعنا، وراح نخلي لكم الروابط نتاع الفيديوهات اللي قدمتها لكم قبل هذا في التعليقات. طبعا اول حاجه عاودت خفقت لي غاناش تاع الشوكولا البيضاء والشوكولا البنيه، حطيتهم في لي بوشادوي، ومام الزبده السويسريه حطيتها في لابوشادوي كما راكم تشوفوا. جبت هذاك القالب اللي طيبت فيه ودرت فيه البابي غيتار باش يساعدني في الخدمه. هذا هو القالب مع هذيك القاعده تاعو اللي تتنحى، وهذا البابي غيتار استعملت زوج منه. ومن بعد هنايا نبدا. اول حاجه حطيت الطبقه الاولى نتاع الكيك، المولي كيك قلت لكم ما نشربوش. ومن بعد درت على شكل اطار في الحواف كريمه الزبده اللي قلت لكم حطيتها حتى هي في لابوشادوي. من بعد نولي نعدلها بالسباتول بهذه الطريقه، يعني نديرها على الحواف نتاع البابي غيتار بهذا الشكل. ومن بعد ندير طبقه من الغاناش البني هذاك، نجيب الطبقه المقرمشه اللي فيها المكسرات والفايتين والشوكولا والبراليني، حطيت كميه مليحه من هذيك الطبقه المقرمشه. ومن بعد راح نزيد نغطيها بالغاناش هذاك البني نتاع الشوكولا، نحط باللابوش ونعدل شويه بالملعقه بهذه الطريقه. نزيد ندير طبقه اخرى تاع كيك، نزيد ندير لها اطار نتاع كريمه الزبده. هنا كريمه الزبده حطيتها على الحواشي كما راكم تشوفوا، نزيد نعدلها بالسباتول بهذا الشكل. ومن بعد درت غاناش الشوكولا البيضاء، درت طبقه منه بهذه الطريقه. ومن بعد جبت مربى او مهروس الفواكه بذوق الفراوله. تحبوا تشروه واجد هذا الحشو ولا تحبوا تخدموه بما انه رانا في وقت الفراوله. ومن بعد زدت درت طبقه اخرى نتاع كيك، ودرت اطار خلاف نتاع كريمه الزبده. وهنا حطيت جوز كونكاسي، وزدت كملت شويه من هذيك الطبقه المقرمشه، ودرت الشوكولا الطلي البيضاء من الفوق. وكطبقه اخيره حطيت الطبقه الاخيره نتاع الكيك بهذا الشكل، وزدت درت شويه نتاع كريمه الزبده. انا هنا حطيتها ساعه كامله في المجمد قبل ما نغلفها بالغاناش، ولا تحبوا تحطوها ليله كامله في الثلاجه. اذا هذا هو الفيديو نتاعنا نتاع الحشو، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم تاع التغليف بالغاناش تاع الشوكولا.